في يوم من الأيام زار أب كاهن راجل عجوز في المستشفى. كان مريض سرطان، ودار بينهم الحوار ده. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ابونا. تعبت نفسك ليه بس؟ مفيش تعب ولا حاجة. بصراحة أنا عرفت إن النهاردة عيد ميلادك، فقلت أضرب عصفورين بحجر، أجي أطمن عليك، وكمان أقول لك كل سنة وأنت طيب. قول لي بقى يا راجل يا طيب، تميت كام سنة؟ 40 ولا 45؟ لا يا ابونا، اكتر من كده شوية. ايه يا عم، 60 سنة؟ 80 سنة. النهاردة تميت 80 سنة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. قول لي بقى يا راجل يا طيب، رأيك ايه في ال80 سنة اللي عشتهم معانا في العالم؟ ممكن ممكن تجيب الانجيل اللي جنبك ده؟ يا سلام، من عينيا حاضر. ايه ده، انت بتقرا المزامير؟ دي حاجة حلوة خالص. ممكن ممكن تقلب الصفحة اللي قدامك دي؟ حاضر، اديني قلبت الصفحة. قول لي بقى يا ابونا، قلبة الصفحة اخدت منك وقت قد ايه؟ ما خدتش وقت، يمكن ثانية او اقل كمان. اهو ال80 سنة اللي عشتهم شفت فيهم احزان وافراح، كسبت وخسرت، نجحت وفشلت، اتمنيت ونلت، حلمت ومحققتش، حبيت وكرهت، خدمت واتخدمت، وكل ده مر في لمحة بصر. حياتي حياتي شايفها قدامي، مجرد ثواني، مجرد ثواني ثواني ثواني. الكتاب بيقول: ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فخليني يا رب اعمل حساب اليوم ده، ما تخليش العالم يلهيني وينسيني ان حياتي مهما طالت هتنتهي، وساعتها هشوف عمري كله بيمر قدامي مجرد ثواني.